الجراءة حلوة مفيش كلام. هكلمكم النهاردة عن أجرأ لعيب في مصر. صل على النبي في كومنت وتابع معايا الحكاية. حكايتنا النهاردة عن إبراهيم سعيد، أول محترف مصري في الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد البريميوم ليج. في سنة 2003 راح إبراهيم سعيد إيفرتون في صفقة كانت مفاجأة للكل، ورجع قبل الدوري ما يخلص بأربع ماتشات. بيقول إبراهيم سعيد إن ديفيد مويز المدير الفني لإيفرتون في الوقت ده إن هو اللي اختاره، وكان بيتكلم معاه كتير جدا عن موهبته الكبيرة. بيقول إنه قال له إنه هيبقى خارج المباريات لفترة لحد ما يتأقلم مع الدوري الإنجليزي، وبعد كده هيلعب عادي. جه في يوم قال له إنه هيشارك أساسي في ماتش لليفربول. إبراهيم سعيد فرح جدا، فمن فرحته راح سابق شعر أحمر. وهنا كانت المفاجأة. العمال بتوع النادي اتكلموا مع ابراهيم سعيد وقالوا له ان الجماهير كده